تقع بلدة الزاوية إلى الغرب من مدينة سلفيت وعلى مسافة 15 كيلومترا منها. يجاور البلدة عدة قرى وبلدات، فتمتد بأراضيها لتصل إلى بلدة كفر قاسم المحتلة، لكن يعود تسمية البلدة بهذا الاسم إلى وجود الزوايا الصوفية أو ما يعرف بزوايا العبادة، وهي زاوية العز والكرم. بلدة الزاوية تعتبر ثالث قرية في محافظة سلفيت من حيث عدد السكان، من حيث المساحة. تقع بلدة الزاوية في الجزء الغربي لمحافظة سلفيت على حدود 67، وهي منطقة حدودية يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة. يحدها من الشمال مسحة، ومن الجنوب رفاط، من الغرب كفر قاسم عزلون عدمة، ومن الشرق يحدها سرطة وبدنة. يبلغ عدد سكان بلدة الزاوية حوالي 6000 نسمة، لهم تاريخهم الخاص الذي طوروه مع الزمن بفضل سواعدهم في المجالات كافة، فأنجبت الشهداء والأسرى، وتميزت بروابطها الاجتماعية بكافة المناسبات، حيث يشتهر أهل البلدة بالكرم والتعاون. كما أقيمت عدة مشاريع على نفقة أهل البلدة، خاصة بناء المدارس والمساجد والمراكز الصحية والملعب البلدي ومنتزه العائلات. وقد توجت هذه المشاريع ببناء المركز الثقافي على نفقة المحسن الكبير المهندس عبد القادر أبو نبعة، الذي كبر وترعرع في هذا المنزل، فكان يستخدم سابقا مضافة لكافة أهالي البلدة، فتم ترميمه خلال العام 2009 على نفقته الخاصة، ويستخدم الآن ديوانا لعائلة أبو نبعة والمناسبات العامة. يقدر عمر البلدة ب1600 سنة، ولعل ما يفسر هذا ويؤكده وجود الخرب والمقامات الدينية، أهمها مقام الشيخ هلال ومقام الشيخ قاسم، والأثرية كخلة الرميلة وخلة الرهبان وسيريسيا وقصر جبين الهوى ومغارة النطافة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، دير قسيس التي تحتوي على الصبانة والجامع العمري، كما يوجد فيها مقبرة عامة للبلد. في البلدة 4 مساجد، أولها المسجد الكبير ومسجد الصديق، وأيضا مسجد عمر بن الخطاب ومسجد الرضوان. يخدم البلدة مركزا لرعاية الأمومة والطفولة، تشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية لذوي التأمين الصحي، ويقوم أيضا على رعاية الأطفال. يعمل في بلدة الزاوية عدد من المؤسسات التي تقدم خدماتها للمواطنين، وعلى رأسها بلدية الزاوية ومركز عبد القادر أبو نبعة الثقافي الذي تخدم أنشطته فئات المجتمع كافة، وأيضا نادي الزاوية الرياضي، نادي القيادات الشابة، وجمعية نساء الزاوية الخيرية،
وأيضا جمعية الزاوية التعاونية الزراعية. وتشهد الزاوية نهضة تعليمية بنسبة مرتفعة ومتميزة سواء على صعيد التحصيل العلمي أو البنية التحتية التعليمية للمدارس ورياض الأطفال، حيث يوجد فيها 5 مدارس ورياض للأطفال. كانت البلدة سابقا تعتمد على مياه الأمطار وعيون المياه القريبة، وحاليا على مياه الشركة القطرية، فيبلغ عدد الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة المياه العامة في بلدية الزاوية أكثر من 1100 مشترك، كما ينير البلدة شبكة قطرية على مدار الساعة. بلدة الزاوية كباقي الأراضي الفلسطينية التي واجهت الاحتلال الإسرائيلي عبر سنواته الطوال، واستمرت في صمودها رغم سرق الآثار لبناء المستوطنات وشق الطريق المسمى عابر السامرة ونهب الأراضي لصالح المحجر والتدريب العسكري الإسرائيلي. وأخيرا خلال العام 2004 بناء جدار الفصل العنصري على مرحلتين تم خلالها تجريف آلاف الدنومات من أشجار الزيتون، مما أدى بأهل البلدة الوقوف صفا واحدا ضد بنائه ضمن المقاومة الشعبية الباسلة ليستطيعوا إرجاعه عن أراضيهم.